خيري عمر، أستاذ في العلوم السياسية مباشرة في الاستوديو، وسيد حبيب بوري الأكاديمي والصحفي بقناة كانال 3 من ميامي، ومصطفى طوسي الإعلامي والمحلل السياسي مباشرة من باريس. أبدأ مع دكتور خيري. أهلا بك دكتور خيري معنا في الاستوديو. إجابات مبهمة من ضيفي السيد سامويل وربرك حول ما يجري في النيجر، حتى لم يعطني توصيفا عما جرى، لم يعطني أي معلومة. برأيك أنت كأستاذ في العلوم السياسية، كيف تصف ما يجري في النيجر؟ أعتقد أن المسؤول الأمريكي هو محق في كثير مما يخلص إليه. عندما ننظر إلى الدولة في أفريقيا والنيجر بشكل عام، هو أن هذه الدول هي تتمتع بالهشاشة الكبيرة، بحيث لا نعرف كيف تتصرف النخب السياسية أو النخب المجتمعية في الأوقات الطارئة. وعلى سبيل المثال أن ما يحدث من تقلبات بين العسكريين في بلدان مجاورة هو بالأساس يعكس أن هناك صراع على السلطة بين النخب العسكرية أو المجموعات العسكرية والجماعات القبلية، وبالتالي نحن هنا لا يمكن التنبؤ بمدى الاستقرار الذي يمكن أن يتحقق في الوقت القريب. وعندما أشار الضيف إلى لأن الوضع ليس ما زال سائلا، فبالتالي هذا هو محق في هذا، بحيث أن المستقبل المجموعات العسكرية في الحكم أعتقد أنه ليس واضحا بشكل كاف، وخصوصا إذا ما ناقشنا التوجه سواء نحو روسيا أو نحو الولايات المتحدة. كل هذه الأمور صراعات نخبوية أو بين البيروقراطية العسكرية داخل البيروقراطية العسكرية، وبالتالي هي في الغالب لا تحمل أفكارا سياسية بقدر ما تعمل على إعادة التوازن أو وصول بجماعات قبلية أو محكومة إلى السلطة مرة أخرى. وذلك عندما نشاهد أو نتابع الانقلابات التي تحدث في العام مرتين في بوركينا فاسو وفي مالي وفي دول أخرى مرشحة، فنحن هنا أمام أن المشكلة في هذه الدول هي مشكلة بنيوية لا تتمتع فيها المؤسسات بشكل صارم، بحيث أنها يمكن أن نقول أن توجه الجيش في الدولة الفلانية هو نحو علاقات سياسية في السياسة الخارجية تجاه دولة معينة. وعلى سبيل المثال إذا ما قارنا أعداد الجيوش بالنسبة لعدد السكان في هذه البلدان، نلاحظ أنها تصل إلى حوالي 3 جنود لكل 1000 تقريبا، وهذا عدد ضئيل لكل مليون. هذا عدد ضئيل جدا. مثلا في النيجر هناك ما يقرب من 25,000، في حين عدد السكان من 12 ل 15 مليون تقريبا. وبالتالي نحن هنا أمام أن القوة المسيطرة هي تسيطر على المدن الرئيسية وتسيطر على المفاصل العامة للدولة، وبالتالي هذا يوجد نوعا من الهشاشة المؤسسية، وبالتالي يسهل الانقلاب على هذه الأمور. وإذا حتى اليوم الخامس أو السادس تقريبا في محاولة الاستيلاء على السلطة لم يتضح ما هي الوجهة التي يمكن أن يتبناها. عندما نتكلم عن أن هناك جنود فرنسيين حوالي 1500 و1000 جندي أمريكي و2000 فاجنر، فبالتالي هذا يعمل نوعا من التوازن. لا يمكن التنبؤ بكيف تتصرف هذه الجهود، وإذا كانت هناك انسحاب من جانب فرنسا فهو يرجع بالأساس إلى أن الكور أو القلب السياسي في باريس هو ضعيف أيضا، وهناك حيرة في مسألة المستقبل الجمهورية بشكل عام، وبالتالي هذا يفسر انسحابها من أفريقيا وأنها بصدد إعادة التموضع بشكل عام سواء في أوروبا أو في أفريقيا. هل يمكن أن تستطيع ذلك؟ أعتقد أن المشكلة الأساسية هنا في أنه إذا ما أطيح به المجلس العسكري الحالي، فمن سيكون لاحقا الذي يمكن أن يحكم في خلال سنبحث أكثر في المآلات بعد قليل، لكن بالانتقال إلى سيد حبيب، هل يؤكد هذه الرؤية دكتور خيري الدعوة الروسية والصينية كذلك إلى ضرورة عودة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى سدة الرئاسة في النيجر؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الصين وروسيا هم مع تغيير الحاكم، وبالتالي هم يرون أن هناك فجوة يمكن من خلالها صناعة التدخل أو صناعة النفوذ السياسي مرة أخرى، وخصوصا أنه عندما تحدث أي خلخلة في التركيبة السياسية لهذه البلدان تسعى الدول الخارجية أو القوى الخارجية لإعادة التموضع مرة أخرى. وهذا ما يحدث مثلا على سبيل المثال في السودان. المشكلة السودان الأساسية هو أن هناك هي تنازع بين دول كثيرة تريد أن تطور وضعها على النفوذ على المجموعات الحاكمة داخل السودان. على أي حال ما يحدث في النيجر في الوقت الراهن هو محاولة تفاوض بين
تثبيت النخبة القديمة أو تأكيد هيمنة النخبة الجديدة. وهنا المسألة أعتقد أنها هي في مرحلة تفاوض، لا أتوقع أن تنجح في هذه المرحلة حتى بالمهلة الإكواس، بحيث أن هناك اصطفاف من غينيا وبوركينا فاسو والنيجر في اتجاه آخر، لأن هي أصلا حكومات جاءت بتغير النخبة العسكرية، وإذا ما تم تطبيق هذا المبدأ على النيجر فإنه سيطبق على غينيا ويطبق على بوركينا فاسو. بالتالي نحن هنا أمام مشكلة كبيرة في كيف تضبط العلاقات المدنية العسكرية في هذه البلدان، بحيث لا تحدث عدوى أخرى للانقلابات في دول الساحل، وخصوصا أن هذه البلدان هي متاخمة لدول هشة كثيرة، منها ليبيا وغرب السودان وأفريقيا الوسطى. بالتالي هذه مساحة كبيرة، أعتقد إذا انفرطت وبالثروات التي فيها والتي تؤثر على الطاقة في أوروبا، فبالتالي الدول الأوروبية بشكل عام هي سوف تكون أمام سؤال آخر، هو كيف يتم إعادة الضبط مرة أخرى، وخصوصا عندما نقول أن عدد الجيوش في هذه البلدان قد لا تقوى على الصمود أمام حركات المعارضة المسلحة أو الجماعات الإرهابية زي كبوكو حرام وجماعة دلتا النيجر، وكل هذه المشكلات كلها أعتقد أنه على الدول الأوروبية أن تعمل على تثبيط الوضع في النيجر حتى لا يتفاقم إلى حروب إقليمية أو نزاعات أخرى. على سبيل المثال، عندما نقول أن مسألة الديمقراطية وأنه منتخب ديمقراطيا، إذا ما استعرضنا كل الدول بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا، كل هذه الدول تسعى إلى أن تصل نخبة موالية لها للحكم، وأن هذه البلدان بشكل عام تفتقر إلى البنية الأساسية للديمقراطية، سواء في الصراع بسبب الصراعات الاجتماعية والاختلافات القبلية بين القبائل العربية وغيرها. وبالتالي نحن هنا إذا اعتبرنا أن الديمقراطية هي مؤشر التصويت فقط، فأعتقد أن هناك يعني عدم إدراك واضح لكيف تصل إلى هذه الدول إلى الاستقرار، أو كيف تنشئ الاستقرار مرة أخرى. نحن هنا أمام معضلات كثيرة، كيف نفوت عليها دون أن تكون هناك فحص. ما حدث مع محمد بوعزوم هو أنه جاء من أقلية عربية وتم انتخابه في ظروف لا نعرف كثيرا من الديناميكات التي صعدت به للانتخابات، هل هي كانت ديناميكات مستقرة وخالية من الصراعات أو ديناميكيات مستقلة عن التدخل الخارجي. وبالتالي نحن هنا أمام يعني كيف نفهم، سواء تطرح أسئلة أخرى، كيف نفهم هل يمكن ما هو أساس التصويب الديمقراطية؟ دكتور خيري، اليورانيوم كيف يؤثر هذا المعدن الاستراتيجي على علاقات النيجر بعد الانقلاب بوصفه كلمة السر في هذه الدولة الإفريقية؟ أعتقد هو المدخل للسيطرة على النيجر. فإذا القوة أو الدولة التي تسيطر أو يكون لها نفوذ على النيجر هي التي سوف تتحكم في التجارة الخارجية أو في استخراج ونقل اليورانيوم إلى الخارج. وكان من المفاجأة أن ألمانيا أيضا هي حذرت من أن يستمر الانقلاب في النيجر. وبالتالي نحن هنا نقول أن هناك عقل أوروبي يدرك مخاطر التحول أو التغير السياسي الغير مفهوم في هذه البلد. إنما مثلا هناك تقديرات تشير إلى أن ربع الطاقة في أوروبا هي من اليورانيوم في النيجر. وبالتالي نحن هنا أمام معضلة كبيرة مع أزمة روسيا أيضا والحرب في أوكرانيا، لكن هي هناك قدرة على التعويض من الاحتياطيات من مصادر مختلفة أخرى، لكن على أي حال هو يمثل أزمة. يعني إذا ما رجعنا خطوط السيطرة أو محاولات السيطرة على النيجر، هي ليست روسية وليست صينية فقط. هناك مسار آخر هو تعمل عليه الولايات المتحدة في أنها تعمل على إزاحة فرنسا من المستعمرات أيضا. وهناك يعني محاولات تمت في الجزائر، النخبة الفرنسية في الجزائر هي انتهت يعني منذ أكثر من 5 سنوات. وأيضا في تشاد الولايات المتحدة تحل محل فرنسا، وأيضا يعني في مالي. فيما عدا ذلك أن الوجود الروسي هو ما زال حتى الآن وجودا رمزيا ليس وجودا مؤسسيا، أن مجموعة فاغنر قريبة من الحكم ولكنها قد لا تستطيع الصمود لفترة طويلة. ليس هناك بنية مؤسسية على سبيل المثال زي الأفريكوم أو شبكات محطات الإنذار المبكر الأمريكية. كل هذه الأمور أعتقد تفسح مكانا أكبر للسيطرة الأمريكية. وبالتالي هنا يمكن ملاحظة أن الولايات المتحدة يمكن أن تعمل في خطوة لاحقة على أن تكون هي موزع الطاقة أو موزع اليورانيوم على أوروبا، وبالتالي هذا يعني حل افتراضي يمكن أن يحدث في المستقبل.
على أي حال أن الثروات الكامنة أو الظاهرة المستغلة في بلدان الإفريقية هي على أقل تقدير هي ظلت محل يعني نزح أو نهب استعماري لفترات طويلة، وأن هذه البلدان حتى لم تستطع من الاستفادة من شروط منظمة التجارة العالمية، وخصوصا الشرط الخامس وهو الذي يتعلق بأن اللي هي شروط الاستثمار المرتبطة بالتجارة، هو أن الدولة المجتمع المحلي لابد أن يستفيد من أي صناعة موجودة أو صناعة قائمة. هذا لم يحدث، وبالتالي ظلت مستويات التنمية ومستويات الإعمار في هذه البلدان أو حتى مستويات البناء الديمقراطي كما يزعمون قليلة أو نادرة للغاية. عندما مثلا نتكلم عن أن الانقلابات تقودها مجموعات قبلية أو مجموعات مستند إلى قبائل معينة، فبالتالي نحن هنا أمام نوع من التفكك في الدولة لا يمكن معه التنبؤ بمدى الاستقرار في هل يمكن يستمر لمدى سنة أو سنتين أو أقل. وبالتالي هنا خطورة التدخل العسكري، يعني كل الدول حذر منه بشكل مختلف، يعني إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول المختلفة، من يريد التدخل ومن لا يريد التدخل. المشكلة التي يمكن أن تنجم على التدخل العسكري هو أنه ليس مضمون النتائج، وبالتالي يعني عندما نقول أن البنية هشة ليست هناك مؤسسات مستقرة أو جيوش مستقرة نظامية بالمعنى المحترف، وبالتالي إذا ما تفككت هذه الجيوش أو تقلبت بشكل متتابع على مدى زمني قصير، فإننا يمكن أن نقول أن هذا يفسح للحركات الإرهابية أو الحركات الجهادية أو أيضا المعارضة المسلحة التي يمكن أن تكون بديلا لهذه الحكومة لهذه الجيوش. بالتالي نحن وهذا ما تخشاه مشكلة الولايات كبيرة. المتحدة الأمريكية والغرب بطبيعة الحال.